عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو شايف حلمك قدامك فكر دايما برا الصندوق، لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد، لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد، خد خطوة بخطوة هتوصل له، ما هي اصل الدنيا غروب وشروق، فكر دايما برا الصندوق، مين فينا ما حسش يوم باليأس، بص لبكرة وسيبك من الأمس، مين فينا ما حسش يوم باليأس، بص لبكرة وسيبك من الأمس، لو ليلك طول بكرة في شمس، ده الحلم في بحر الأيام توه، فكر دايما برا الصندوق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو شايف حلمك قدامك فكر دايما برا الصندوق، فكر دايما برا الصندوق. مساء الخير على حضراتكم وحلقة جديدة من برا الصندوق. استقبلنا الأسبوع اللي فات عام مصري جديد 6266. كل عام ومصر والمصريين بألف خير بمناسبة عيد النيروز وبداية عام مصري جديد. بيعتبر طبعا هو أول تقويم وضع في العالم. بيقول هيرودوت المؤرخ الإغريقي قبل الميلاد بحوالي 3 قرون عن التقويم القبطي أو المصري القديم، وقد كان القدماء المصريين هم أول من ابتدع حساب السنة، وقد قسموها ل 12 قسم بحسب ما كان لهم من المعلومات عن النجوم، وبيتضح لي أنهم أحدق من الأغارقة اللي هم اليونانيين القدماء، فقد كان المصريون يحسبون الشهر 30 يوما ويضيفون 5 أيام إلى السنة لكي يدور الفصل ويرجع إلى نقطة البداية. ده بيخلينا أكيد كمصريين بنكون دايما فخورين بتقويمنا المصري القديم، ونحاول إننا نتعرف عليه أكتر وأكتر من خلال ضيوفنا اللي مشرفيني في الاستوديو النهاردة. دكتور كريستينا إبراهيم، دكتوراه في الآثار والفنون القبطية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك بألف خير. ميرسي، شكرا. دكتور أنطونيوس فرانسيس نخلة، دكتوراه في الآثار والفنون القبطية. اهلا بيك يا دكتور. كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك والساده المشاهدين طيبين. خلينا نروح كده في البدايه للتقويم القبطي او المصري القديم. ازاي كانت البدايه؟ في البدايه السنه المصريه القديمه، المصري القديم اثبت كفاءه جدا في تقسيمه السنه ديت، وبدليل كده انه اختار اول شهر يكون للإله تحوت، وده كان إله الحكمة والعلم والمعرفة، وأغلب العلوم والفنون كان هو مسؤول عنها، وكمان كان بيرعى أرباب الفنون وأرباب العلوم، وكان هو المسؤول عن تقسيم السنة زمنيا. وبالتالي أول شهر هنلاقيه في السنة القبطية اسمه توت، ده جاي من الاسم تحوت المصري القديم. تمام. اسم الإله المصري القديم. هنقول كمان انه عشان كده بنسمي السنة التوتية، لأنها باسم توت أول شهر فيه. أول شهر فيه. والتقويم ده أثبت كفاءة، بدليل ان الفلاح المصري بتاعنا لغاية الآن ماشي على الشهور القبطية، وبيحسب فيضان النيل في العصور ما قبل السد العالي بالشهور القبطية، وحاليا بيحسب مواسم الحصاد
ومواسم الزراعة بالشهور القبطية. ولو جينا في اسكندرية هنلاقي برضو الصياد بيحسب بالشهور القبطية ويسمي النواه بتاعته طبقا لشهور القبطية مش للتقويم الميلادي. تمام. فالتقويم القبطي اثبت نجاحه بدليل انه من ايام المصريين القدماء لغايه عصرنا دلوقتي مستمر لحد دلوقتي. طب يا دكتور كده يعني نقول كده مع حضرتك الشهور، نذكر الناس بالشهور القبطيه. احنا بنبدا بشهر توت. هي كان بيتعمل كده زي موسيقى. حتى يحفظوا الاطفال في الصعيد تلاقي توت باب هطور اول الشهور تلاقي كتب امشير. بنحفظها الولاد كده بتبقى ظريفه قوي. وكمان في الكلور ابتدى يحط عليها الطابع. يعني نلاقي مثلا الناس الكبيره هناك يقول لك ايه مثلا بابا مثلا فيقول لك خش البيت واقفل البوابه عشان دي بدايه الساعه. فيبتدي كده يحط حاجات عشان يبتدي يربط الشهر بالجو والطقس. تمام. بس ابيب مثلا فيقول لك ده ابو اللهاليب عشان ده احنا هيجي في الحر فهتفتكر ان انت هتتحر هنا فمش هتعرف تمشي كتير في الشارع. طبعا ما كانش فيه تكييفات، ما كانش فيه كده، فنقدر ان احنا نقول ايه ابو اللهاليب. فيحط كده زي فولكلور فيحطها فالناس تفضل فاكره. طوبه تلاقي يخلي الشده كركوبه من كتر السقعه. ايوه. فهو المصري ابيب اللي هو شهر 8 مش كده؟ 7 هو تقريبا الشهور واخده نص شهر، يعني نص من الشهر منه ونص شهر منه. نص من هنا. تمام. زي احنا كده ابتدينا توت في اول 11 9 فنقول نص 9 مع نص 10 فهو بس الفكره ان هم زي ما حضرتك قلت هم 12 شهر كبار وشهر صغير 5 ايام. فالخمس ايام دول كان مصر القديم كان بيحتفل بيهم بالخمس الهه. قال لك احنا نستغل الفتره دي بالخمس الهه الكبار عندنا اللي هم ايزيس اوزوريس ست ايزيس حورس فالخمسه دول ايزيس اوزوريس ست حورس وتحوت. بس دول الخمسه. فهيقول لك دول كل يوم ناخد اله نحتفل بيه كان ده يوم عيد ميلاده وكده بقى احنا خلصنا السنه. نبتدي بقى من واحد توت نبتدي بقى السنه بتاعتنا اللي هو بقى ده اسمه شهر ايه اللي هو 5 ايام؟ النسيب. ايام النسيب. ايام النسيب. تمام. بعد كده من اول التوت يبتدي بقى عندنا بدايه الزراعه. ويبتدي بقى السنه معايا زراعه فيضان النيل طبعا والري لحد ما نخلص السنه ويحصل الحصاد ونبتدي السنه من اول وجديد. طيب نروح مثلا اهم المصطلحات المرتبطه بالتقويم المصري او تقويم الشهداء، التقويم القبطي، ومعنى كمان واصل كلمه نيروز. هو في دايما لغط والناس احيانا بتتلخبط ما بين معنى نيروز بالفارسي ومعنى نيروز بالمصري القديم. تمام. واللخبطه دي موجوده من ايام دخول العرب مصر. العرب كانوا منفتحين على ثقافات تانية في الوقت ده، زي ما عرفوا المصريين بدخولهم مصر عرفوا الفرس. فنيروز كانت موجوده عند الفرس بس كانت بمعنى الايام الجديده او اليوم الجديد. يعني ني معناها جديد وروز معناها يوم، فهي اليوم الجديد. ايوه. واليوم الجديد دي كانوا بيطلقوها على الربيع. وكان الفارسيين في الوقت ده بيخرجوا للاحتفالات زي شم النسيم عندنا كده. فده نيروز بالفارسي. لكن نيروز بالمصري هي لو رجعنا لها لأصلها القبطي والقبطي طبعا يعني المصري القديم في الأساس، فهي نيا رؤو. ونيا رؤو يعني النهر المبارك. هي المفروض هزود عليها كلمة اسمه، بس لو شلنا اسمه يبقى النهر. تمام. فنيا رؤو اللي هو النهر. طبعا كان المصريين بينطقوها كده لغاية ما جه البطالمة في مصر، فاليونانيين بيضيفوا مقطع اللي هو الواو سين في الاخر، هتبقى نيا رؤو تتخفف تبقى نيرو، وبعد كده نحط لها الواو سين تبقى نيروس او نيروس. تمام. فنيروس العرب نطقوها نيروز زي الاسم اللي سمعوه من الفرس. تمام. ومن هنا جت الاشكاليه. بس هي في الاساس نيروس.
ونيروس اللي اتخففت بعد كده لنيلوس اللي هو النيل، نهر النيل بتاعنا. وليه اتسمى بارتباطه بالميه؟ لان هو ده بدايه السنه، يعني بدايه يعني انا مطمنه ان السنه بتبدا وفي ميه تكفيني اني ابدا موسم زراعه جديد. فمن هنا جه المسمى بتاع نيروز. جميل. طيب نروح برضو لمظاهر الاحتفال ب السنة المصرية. الاحتفالات كانت موجودة من زمان، من ايام المصريين القدماء. بيحتفلوا طبعا مع فيضان النيل ان في ميه تكفي زراعتهم ويعني حياتهم كده هتمشي مستقرة. بعد كده لقينا انه المقريزي وده كان عايش في العصر المملوكي، بيقول انه المماليك في وقت وجودهم في مصر احتفالات النيروز كانت موجودة، والناس كانت بتخرج للمتنزهات وللحدائق ويبدأوا يرشوا على بعض مية، فرحانين بالاحتفالية ان المية متوفرة فبيرشوا على بعض المية. والاحتفالات استمرت بل وكانت اكثر ازدهارا في العصر الفاطمي. وبرضو المؤرخين العرب كاتبين انه كانت في عادة ان يختاروا احلى شاب ويلبس حلة جديدة، والمقصود بيه يعني ثياب جديدة، ويعملوا له موكب، وكل ده شعبي يعني بعيدا عن الدولة خالص. والموكب ده يمشي في الشوارع مصر ويحتفل بيه مسيحيين ومسلمين. ويبدأ يعمل تمثيلية كده او مسرحية انه يفرض على اهل مصر، طبعا كل واحد بيفرض على اهل الحارة بتاعته او اهل المنطقة بتاعته ضريبة معينة، ويبدأوا ان هم يدفعوا على سبيل الدعابة، واللي ما يدفعش يرشوه بالمية. وبكده الاحتفالات كانت شعبية. بس ما اقتصرتش على الاحتفالات الشعبية، كانت في احتفالات رسمية، زي مثلا ان الدولة في العصر الفاطمي كانت بتمنح كل المصريين هدايا بمناسبة عيد النيروز. تمام. طب احنا دلوقتي بنحتفل بعيد النيروز ازاي؟ اقباط مصر اكتفوا ان الاحتفال يكون بالبلح والجوافة، وطبعا هي دي وقتها كانت الفاكهة المتوفرة في الموسم ده. فشافوا في الجوافة انها دليل النقاء والطهارة زي الشهداء بالظبط، لانه العيد ارتبط بالشهداء، ويبقى دكتور أنطونيوس يشرح لنا ده. فهو قلبهم ابيض ونقي زي قلب الشهداء الابرار، والبذر دليل على قوة الايمان. اما البلح فلونه احمر رمز الدم، ومن جوه برضو ابيض لون نقاء قلوبهم، والنوى قوية وصلبة زي ايمانهم. طبعا هي مش اكتر من انه صدفة ان الفاكهة دي كانت متوفرة في الوقت ده في الموسم. طبعا حاليا الفاكهة كلها موجودة، لكن ظل الأقباط محافظين على تراثهم بأن يأكلوا بلح وجوافة، ويعرفوا الأطفال في اليوم ده ليه بناكلهم ودليل على إيه، عشان يتمسكوا بالإيمان زي أجدادهم الشهداء. الله. طيب دكتور، ودينا برضو للقصة بقى بتاعت ارتباط التقويم المصري بالشهداء. تمام. الحكايه بتبتدي ان بتولي ديوكليتيانوس الامبراطوريه الرومانيه، ودوت كان من اشد الناس اللي حاربت المسيحيه، لان قبل كده كانوا فاكرين ان المسيحيين دول مجموعه من اليهود منفصله ومنشقه، فكان لكن لما ابتدى يعرف ان هو دين جديد فخاف على الملك بتاعه، فابتدى يعمل ايه؟ فابتدى يعمل عذابات قتل، لدرجه ان في مره قال لك انا مش هوقف القتل لحد ما الدم يوصل لركب الحصان بتاعي. ففضل ماشي في المدينه لحد ما اتزحلق الحصان ولمس الركب بتاعته الدم، فمن هنا طلعت في الشعبي الدم للركب. تمام. فالكنيسه لقت ان من السنه اللي هو تولى فيها الحكم دي احسن سنه يبتدي بيها التقويم، يعيدوا التقويم تاني، مع ان التقويم كان ماشي. كان ماشي. بس قال لك احنا نعمل حاجه تقويم لينا داخلي، علشان اقدر افتكر اخواتنا اللي قدروا يحافظوا على الايمان ويوصلوه لحد الاجيال الجديده. فجم عملوا سنه وقفوا بقى وقفوا السنه هنا عند اليوم اللي احنا عملناها 3 سنوات كده. اول سنه شهداء هتساوي 282 282 ميلاديا. تمام. وكملنا
تقريبا هتبقى 4-5-2-5 4525 نحفظها كده. فقال لك لا هنقف بقى عند السنه دي ونبتدي سنه 1 شهداء. صفرنا بقى صفروا الاعداد. صفروا الاعداد. يعني احنا السنه دي 1741. ايوه. لو خصمناهم من 6266 هتلاقي بالظبط هو دوت التقويم بتاعنا اللي كان المصري القديم شغال عليه. هو بجد هو بس صفره عشان يبتدي يبدا حاجه جديده بفكر جديد. تمام. لكن هي السنه المصريه القديمه، هو العام نفس الشهور القبطي بنفس الشهور بنفس العدد بكله. طيب انا عاوز حضرتك توديني دلوقتي للفولكلور الشعبي وارتباطه بقى بالسنه القبطيه. تمام. هو باستثناء البلح والجوافه والاحتفالات دي، كانت العادة زمان من الأقباط إن هم يزوروا الشهداء يوم عيد النيروز، بس في الوقت اللي كان لسه المسيحية لم يتم الاعتراف بيها ديانة رسمية، فكانوا بيخبئوا أجساد الشهداء. ويوم النيروز ده اللي هو بداية السنة زي ما الدكتور قال، والتقويم ارتبط بيهم تقويم للشهداء، فكانوا بيخرجوا يزوروا الأجساد اللي هم مخبيينها، لأن كان طبعا ممنوع أصلا دفنها. ده كان نوع من أنواع الاضطهاد الديني، وكانوا بيخبوها من الجنود الرومان. ويجي يوم النيروز يبدأوا ان هم يزوروا الشهداء دول اللي هم مخبيينهم ويحكوا سيرتهم لأبنائهم لأحفادهم. وكانوا بيسموها الطلعة. ومن هنا استمرت العادة المصرية دي اللي كانت موجودة بالمناسبة من أيام المصريين القدماء، ان هم يخرجوا لزيارة اجدادهم في المدافن ويقولوا ده يوم الطلعة. ولو جيت لأي حد كبير في السن حاليا وبيزور اهله من التوفوا في المدافن هيقولك انا رايح الطلعة. المصطلح ده موجود من زمان بسبب الموضوع ده. ايه تاني من المظاهر؟ طبعا هي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية محافظة على تراثها، ودخلت في الطقس بتاعها احتفال بعيد النيروز وصلوات وأواشي كتير. أواشي يعني طلبات بتطلب فيها الكنيسة على لسان الكاهن انه ربنا يبارك المياه والزروع والثمار ومياه النيل، وكل ده مرتبط بشكل او اخر بمية النيل اللي هي اساس عيد النيروز. لسه معاكم في حلقتنا النهاردة من بره الصندوق، وحلقة خاصة جدا عن الاحتفال بعام قبطي جديد 6266. نطلع بفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوفي الكرام. لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو شايف حلمك قدامك فكر دايما برا الصندوق، لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد، لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد، خد خطوة بخطوة هتوصل له، ما هي اصل الدنيا غروب وشروق، فكر دايما برا الصندوق، مين فينا ما حسش يوم باليأس. مع حضراتكم حلقتنا النهارده من بره الصندوق على الاحتفال بعام قبطي جديد 6266. اتكلمنا عن التاريخ والبدايات للعام القبطي وتسميته العام المصري القديم. عاوز اروح لنقطه برضو مهمه جدا يمكن اشرنا عليها اثناء الفاصل، انه عيد النيروز كان فعلا عيد قومي بيتم الاحتفال به كل عام. ايه اللي حصل؟ طبعا بعد فترة كبيرة من بعد العصر الفاطمي وفي أعياد كتير تم تجاوزها، وفي احتفالات كتير شعبية كان بيشترك فيها المسيحيين والمسلمين مع بعض، وده بيقرب النسيج الواحد من بعضه. أكيد. يعني مثلا يوم شم النسيم طالما هو عيد قومي
وانا وزميلي مع بعض في المدرسة، انا وصديقتي مع بعض في الشغل، بناخد اجازة في نفس اليوم، فده بيقربنا من بعض. وسبب انه يكون عيد قومي هو لانه في الاساس عيد مصري قديم، والمصريين القدماء هم اجدادنا على السواء، وبالتالي استمرار الاحتفال بالاعياد القومية ده شيء حلو ويعني مثمر للمجتمع. صحيح. وبذرة طيبة في هتقدم ثمرة حب، بيقرب كله من بعض برضه، بيخلق كده وحدة وتجانس أكيد ما بين الشعب كله. بالظبط. تمام. طب أنا عايز أروح برضه لنقطة مهمة جدا، ونتكلم أو نتعرف أكتر على الحضارة القبطية من حضاراتكم من حيث اللغة، الفن، الموسيقى وغيره. اتفضل يا دكتور. احنا عشان نقول كلمة حضارة يبقى هي مكونة من كذا حاجة. تاريخ، فهو عندنا تاريخ مصري منفصل، حتى لو كنا بنتكلم عن المسيحيين او احنا دلوقتي حصرناها في المسيحيين، لا هو عندنا حاجة منفصلة عن بقية العالم. عندنا موسيقى لازالت لغاية دلوقتي، وهي لو احنا رجعنا للنوت الموسيقية هنلاقي ان هي كانت بتقال زمان، يعني عندنا ألحان كتيرة النوتة بتاعتها هي الألحان المصري قديم. تمام. زي مثلا لحن جلجوسة، لو احنا سمعناه ده بيتقال عندنا في يوم الجمعة العظيمة، بدايته بتبقى حزيني واخرته فريحي. ده كان بيتقال مثلا في وقت نفس النوتة، يعني في وقت تجليس في وقت جنازة الملك، لأنه كان بيعتقد إن الملك بعد كده هيبقى إله، فالمصريين أخدوا اللحن وحطوا عليه كلمات تناسب الطقوس بتاعته. تمام. هنلاقي فيه فنون، عندهم عمارة، عندهم نحت، عندهم أيقونات، عندهم فمن هنا نقدر نتكلم إن في حضارة متكاملة عندنا، هي تكملة لمصر القديم. لو احنا مثلا جينا بصينا على عمارة الكنائس هنلاقي ان القبطي اخذ نفس الفكر شوية في العمارة، وابتدى يبني على اساسها الكنيسة. هنلاقي ممكن الكنيسة اللي في الصعيد مختلفة شوية عن الكنيسة اللي مثلا في وجه بحري. طب ليه؟ ايه اللي وجه الاختلاف؟ هنلاقي حاجات في التصميمات. ليه؟ لان هناك مثلا الدنيا حر، فيعمل الباب بزاوية معينة او مدخل في ناحية تانية علشان يقدر الهواء يخش فيهوي، لان هناك ما كانش فيه ايامية تكييف. تمام. فيقدر يعمل الحركة دي، لكن الاساسيات واحده. هنلاقي مثلا ان هو يجي لازم قدس الاقداس مثلا كان زمان في المعابد ان هي لازم يبقى ضلمه ولازم يبقى على ارتفاع عشان يدي الهيبه للمكان. نفس الحكايه حطها المسيحي جوه الكنيسه. هنلاقي كمان المسيحي كمل لما دخل الاسلام ان هو ابتدى يبني المساجد وحط فيها بعض البصمات بتاعته زي المحراب، هي برضو فكره مصريه قديمه دخلت في الكنيسه تطورت ووصلت للمساجد. فاوريدي هي زي سلسله بتبين قد ايه حضارتنا لا زالت مستمره لحد يومنا هذا. حتى نلاقي مساجد مصر فيها اختلافات وليها كده زي تاتش نقدر نقول مختلف عن بقيه المساجد بره. دي جت منين؟ احنا بنحط التاتش بتاعنا. يمكن بتبص على الحضاره القبطيه بنظره كده فيها تقليل من بره مصر، لان ده كان فن شعبي اللي بيصرف عليه الشعب. فمش هنلاقي بنفس القوه بتاعت كنايس بره، لان كان بيصرف عليه الاباطره. لو احنا جينا جمعنا فلوسنا وقلنا نبني كنيسه او مسجد هتلاقي مش نفس القوه بتاعت الدوله. لكن كان الفنان برضو بيحط فيها البصمه بتاعته. فنلاقي مثلا كنيسه يقول لك لا انا احط مثلا صور القديسين والشهداء وبتاع عشان لما اجي ادخل واصلي جوه افتكر ان في ناس سبقوني فهمشي على خطاهم. تمام. طب انا لو مش مسيح هستفيد بده بايه؟ ده جزء من التراث بتاعي. يعني لما انا اجي مثلا اهتم برحله العائله المقدسه وادخلها الى مصر، ده دخل قومي، دخل لينا طبعا. لما يجي الناس ويلفوا، وهي بقى الميزه ان هي كمان مش واخده شرم والغردقه والاقصر واسوان، لا دي واخده كمان مدن في النص. في الدلتا. في الدلتا هتعمل فيها هناك سياحه فهتكبر الدنيا. هتلاقي حتى الناس اللي ما بتحبش البحر قوي يقول لك لا احنا نخش حاجه ليها علاقه بالدين، فكده يبقى انا بقى عندي كذا طريق للسياحه عندنا في مصر. حتى هنا البحيره، بما اننا كمان بنحتفل بالعيد القومي للبحيره، فانت تكلمنا برضو عن اشهر الاماكن الاثريه. طبعا اشهر حاجه هنقدر نتكلم عليها هي اديره القداسه، لان جت العائله المقدسه طبعا عن طريق فلسطين وسيناء، وبعد كده دخلوا مشوا كده في الدلتا ومنطقه اديره وادي النطرون، نزلوا وبعد كده الصعيد. يعني عاشوا شويه في وادي النطرون. ولكن وادي النطرون كمان ليه طابع تاني، ان برضو يعني في بدايه القرون الاولى والقرن الرابع تقريبا ابتدت فيه هناك الرهبنه. فعندنا اشهر 4 اديار اللي بيرجعوا للقرن تقريبا الرابع الخامس، نقدر نقول عليه البراموس، السوريان، الانبا بشوي وابو قار. واللي عندهم مكاتب فيها مخطوطات في صور جداريه بترجع لقرون كتيره. يعني السوريان ده لوحده نقدر نقول عليه متحف مفتوح.
اتعملت فيه ترميمات، كان يشيل الجداريه يلاقي جداريه تحت تانية قديمه اقدم منها. تمام. فازاي عندنا فن وتطور بالحكايه دي وان احنا ما نشوفش؟ طبعا في هناك اثار لسه مندثره، لسه في بعثات بتشتغل وفي اثار كل يوم بنكتشفها هناك. تكتشف جديد طبعا. فده يدل ان احنا لسه ارض خصبه لان احنا نقدر نعمل عليها سياحه ونقدر نعمل منها ونعرف الناس قد ايه احنا عندنا حضاره قديمه استمرت وهتستمر بعد كده بولادها. طبعا يعني اكيد من ضمن الحضاره القبطيه واثارها اعتقد بورتريهات الفيوم، مش كده؟ كلمينا عنها. بورتريهات الفيوم اتسمت بالاسم ده لان اول ما اتلقت في الفيوم، لكنها يعني عثر عليها في اغلب انحاء مصر. وصلت لقيناها في الصعيد ولقيناها في اكتر من مكان. لكن هي اول مكان عثر عليها كان في الفيوم، وعشان كده اخذت الاسم ده. احنا بنعتبر انه بورتريهات الفيوم هي بداية الايقونة القبطية. لانه هو الفنان استخدم نفس التكنيك اللي استخدم فيه البورتريه. هو كان الهدف مختلف شوية لانه هو كان لسه ما اعتنقش المسيحية. بس كان فكره المصري القديم بيملي عليه انه لازم الوجه المتوفى يكون معروف علشان الروح تتعرف على الجسد. تمام. وبالتالي كان بيرسم ملامح واضحة لصاحب الشخصية اللي بيصورها. ومن هنا بدأ فن البورتريه. وهنلاقي بورتريهات الفيوم ميزتها ان هي اشكالنا شبهنا جدا كمصريين. ويمكن حتى وان كانت الملابس كانت رومانية لكن الروح والملامح مصرية بالظبط. وبدأ بنفس التكنيك اللي بيمارس بيه بورتريهات الفيوم لما جه يعمل وينفذ الأيقونة. نفذها بنفس الطريقة، بنفس الأدوات، بنفس الألوان، وخرجت الأيقونة المصرية بروح مصرية جدا. حضرتك قلتي لي انه اتوجدت في جميع محافظات مصر، يعني تم العثور على بورتريات كتيرة جدا في كل انحاء مصر. بالظبط. بيتم عمل معارض بيها وبيتم يعني طبعا الاحتفاء بيها بيكون ازاي؟ عندنا في المتاحف بورتريهات الفيوم موجودة، وكمان وزارة الآثار بتقيم معارض خارجية في متاحف عالمية بره. في أقسام كتيرة منها بيكون مصري قديم وجزء منها لبورتريهات الفيوم. وفي كمان آثار مصر في الفترة اليونانية الرومانية، وآثار مصر في العصر الإسلامي، وفي الفن القبطي كمان موجود آثار قبطية. يعني الدولة حريصة على انه الى جانب المتاحف اللي موجودة داخل مصر ان هي بتعمل معارض خارجية في المتاحف العالمية بالآثار دي كلها. جميل. حضراتكم بما انكم متخصصين في الآثار والفنون القبطية، فن الموسيقى يعني حاجة رائعة جدا، والترانيم اللي احنا بنسمعها الكنسية وغيره. عاوز اعرف ملامح الموسيقى القبطية. هو المصري بطبيعته بيحب الفن، سواء بقى رسم وموسيقى في اي حاجة. حتى نلاقي مثلا ست البيت مثلا وهي بتطبخ او تعمل حاجة تلاقي بندندن اي حاجة. فهو حابب يحط اللمسه دي جوه الصلاه بتاعته. لو انا جيت قعدت اقرا حاجه في الصلاه في العادي هلاقي نفسي بنام. فهو ابتدى يعملها بنوت موسيقيه على اساس الناس ما تنامش، حتت يعلى فيها حتت يوطى فيها. تمام. ابتدى جيل يسلم جيل. كان يجي كده زمان واحد اسمه المعلم زي الكتاب، كان في برضه كتاب للكنيسه. فكان يقعد يعلمهم الالحان. يطلع عندنا كده شويه شباب صغيرين يقول لك دول هيبقوا الشمامسه مساعدين فيقودوا الشعب بصوتهم. فيبتدي بقى يحط الحان حسب المناسبه. يعني مثلا في الحان طبعا معانا طول السنه، لكن ممكن يغير فيها جزء زي ما كانت الدكتور قالت حسب الطلبات. هو برضه ماشي على السنه القبطيه. فلو في الزرع فيقول لك بارك يا رب الزرع مثلا. بارك فيضان النيل. بارك يا رب مثلا الحصاد. لا عشان يقدر يخلي الشعب فاكر ان احنا بنصلي، فكلنا نصلي بروح واحده لاجل البلد ان هي ربنا حافظ عليها ويحافظ على دخلها ويكبرها. تمام.
فمن هنا ابتدى يحط الالحان بتاعته. يجي مثلا اسبوع الالام ودوت اشهر اسبوع اللي بيخلص بالقيامه، فالكنيسه يقول لك ده حزين فتلاقي الالحان تحولت لحزن. بعد القيامه فدي فرايح بنقعد 50 يوم حتى ما بنكونش صايمين، بنبقى فاطرين طول 50 يوم، فتبتدي الالحان فرايحي وفرح وتحس كده اللحن تخش بهجه. تمام. فهو على حسب السنه، على حسب الطقس، على حسب النظام، تلاقي مره فرايحي، مره حزيني، مره طويل، مره هل بيدخل في تطور طرأ على الموسيقى مع الوقت؟ طبعا. في رسائل ماجستير ودكتوراه كتير معموله في تطور النوتة الموسيقيه القبطيه. وكمان دخول بعض يعني الالات نفسها اتطورت. يعني احيانا بيكون الدف والتريانو اللي هو المثلث، والدف اللي هو بيبقى دايرتين معدن قصاد بعض، نفسهم اتطوروا، احجامهم اتطورت، وده بيأثر على الموسيقى بتاعتهم. طبعا انا مش متخصصة في الموسيقى، لكن يعني في المعلومات العامة انه رسائل كتير قوي اتناقشت قريب من اماكن متخصصة ومن جامعات حكومية عن تطور الموسيقى القبطية. وبعدين الآلات اللي بتستخدم في الكنيسة هو ما بيستخدمش آلات كبيرة، هو بيستخدم آلات بس زي نقدر نقول إيقاعية أو حاجة كده ثابتة علشان بس تعرف تقود الشعب إن هم كلهم يبقوا متوحدين في إيقاع واحد، في نغمة واحدة تبقى ماشية. فوقفت على الآلتين دول، الدف والتريانو أو التريانو زي ما الدكتور قالت بالتبسيط يعني. بس فهو ثبتهم في دول مجرد بس تبقى في زي حاجه ايقاع كده، فالناس كلها تمشي بنفس الصوت، فما يحصلش نشاز، فما يحصلش ان حد يشد في وقت الصلاه. بالعكس بقى لما يكون في هارموني كده ما بيننا الصلاه تقدر تبقى ماشيه والناس كلها مركزه. اسمحوا لي ارجع تاني كده ونتكلم شويه باستفاضه حوالين الامثال الشعبيه اللي ارتبطت بالشهور القبطيه. زي ما الدكتور اشار وقال على بعض الشهور، عايز اعرف بالتفصيل ايه اللي اتقال مثلا في كل شهر لو يعني يحضرك ده يا دكتور. احنا ممكن نغش بقى. كلنا يعني محضرين كده شويه لان ده فولكلور طبعا الحفظ ممكن ياخدنا يعني. تمام. فنيجي مثلا نلاقي فتوت ري ولا تموت عشان ده بدايه الزراعه. فلو يعني زي بيفكروا كده، لو انت ما حطيتش البذره وابتديت ترويها وتخلي بالك منها هتموت. تمام. ما انا ما زرعتش حاجه، هاكل منين؟ فيبتدي هنا التوت. تمام. نيجي بابا يقول لك خش واقفل البوابه، خلاص كده بدايه السقعه. تمام. اللي هو بعده على طول تاني شهر. هو نقول مثلا في شهر 11 نص 11 نص اكتوبر واول 11. تمام. هنيجي بعد كده هطور. يقول لك البرد طرطور او ذهب المنصور، يعني خلاص بقى ابتدى القمح يظهر كده. الذهب المنصور يعني المنطور منتشر، يعني منتشر القمح. ده حضرتك اللي هو شهر ايه؟ ثالث شهر اللي هو هطور، اللي هو من نص 11. ايوه قول لي كده بقى يعني وضح. تمام. تمام. هنيجي بعد كده كياك. احنا كده بقينا نص 12 لنص يناير. تمام. طبعا بتفرق يومين، فاحنا بس للتبسيط للجمهور يعني. تمام. يقول لك كده، دي بقى جمله طويله شويه. صباحك مساك. عشان ايه؟ الليل ابتدى يطول يعني. وشيل ايدك من غباك وحطها في عشاك. خلاص النهار بقى قصير، فتحس ان الوقت الغدا ما لحقناش، لكن الليل طويل فالعشاء بيطول، فنقدر نقعد في الوقت العشاء اكتر يعني. نيجي بعد كده طوبه، يخلي الشاب كركوب. ده يمكن احنا نسمعها دايما نسمعها من اجدادنا. صحيح. حتى لو هم مش متعلمين. تلاقي ومالهاش علاقه بالدين ولا اي حاجه، تلاقيها في كل مساجد يقول لك الحق نفسك، ده الجو تلج كده يعني. ده احنا طوبه يعني. نخش في امشير يقول لك ياخد العجوزه ويطير. عشان فينا ود بقى وكده. يجي برمهات يقول لك روح الغيط وهات. خلاص ابتدينا بقى، هنبتدي الحصاد بتاع المحاصيل الشتويه. تمام. يجي بعد كده بعد برمهات يجي برموده، دق العواميد، يعني خلاص السنابل اللي هي بتاعت القمح هنبتدي نلمها. تمام. يجي بعد كده ده شمس يقول لك يكنس الغيط كنس. كده بقى النوات خلاص بتخلص وهنبتدي الكنس. تمام. يجي بعد كده بقونه تقول لك تنشف الميه من المعونه. دي شده كده الجو ابتدى يسقع، يبتدي يتحر معانا. يجي بعد كده ابيب او اللهليب زي ما قلنا عشان الحر بتاع الصيف. بعد كده مصر تجري فيها كل الترع على اساس ان في الفيضان بيبتدي يجي ويبتدي يخزنوا الميه
واخر حاجه نسيء اللي هو تزرع اي شيء، اللي هم ال5 ايام دول ممكن 5 ايام تبتدي تزرع اي حاجه انت عاوزها. دكتور انطونيوس فرانسيس نخله، شرفتني ونورتني، كل سنه وحضرتك بالف خير والمصريين كلهم بخير ان شاء الله. دكتور كريستينا منير ابراهيم، نورتينا وشرفتينا، كل سنه وحضرتك بالف خير. وحضرتك طيب، ميرسي خالص. ودي كانت حلقتنا النهارده عن الاحتفال بعام قبطي جديد 6266. كل سنه والمصريين كلهم بالف خير يا رب، وكل حاجه حلوه بنتمناها نحققها باذن الله. شكرا لكم، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده من بره الصندوق. لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو شايف حلمك قدامك فكر دايما برا الصندوق، لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد، لو شايف حلمك لسه بعيد ابدأ خطط له ومد الايد، خد خطوة بخطوة هتوصل له، ما هي اصل الدنيا غروب وشروق، فكر دايما برا الصندوق، مين فينا ما حسش يوم باليأس، بص لبكرة وسيبك من الأمس، مين فينا ما حسش يوم باليأس، بص لبكرة وسيبك من الأمس، لو ليلك طول بكرة في شمس، ده الحلم في بحر الأيام فكر دايما برا الصندوق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا تفوق وتروق، لو عايز تعلى وتوصل فوق، لو عايز الدنيا